ديمقراطيون، نقول شكونهم ديمقراطيون؟ هؤلاء قوم سموا أنفسهم ديمقراطيين ولم يتصوروا أن عليهم أن يثبتوا للشعب التونسي يوما أنهم فعلا ديمقراطيون، لأنه من خطاب التحريض الحقيقي هو اللي بدأ بعد الثورة من خلال تقديم حركة النهضة كفزاعة، وتقديم على أساس من أنه قدم حركة النهضة كفزاعة. أنا سميت قلت مثلا خطاب سنجيب اللي هو متواصل منذ الثورة إلى حد الآن، والذي يقدم الفزاعة للشعب التونسي، ويقدم أن هناك مشروعان مجتمعيان متناقضان. المشروع المفترض أنه مشروع ديمقراطي حداثي، اللي سي الجنيدي قال مشروع حداثي ديمقراطي، مش عارف كيف أثبت أنه حداثي وكيف أثبت أنه ديمقراطي. واستفتي لحظة فقط، هذه تسمية، وظهر لي اللي يقول الإسلامي كما قال سي نجيب كلنا مسلمون، ومن قال خلاف ذلك؟ كلنا مسلمون فعلا، ولكن اللي يقول عندي مرجعية إسلامية يطالب بأن يثبت كيف يبث هذه المرجعية في برامجه دون أن يدعي لا احتكار الإسلام، ودون أن يكون حزبا دينيا، ودون أن يدعو إلى حكومة تيوقراطية. ولكن الإشكالية أين هي الإشكالية؟ أننا بإزاء أننا بإزاء طرف. سي نجيب قال اختار الشعب، أنا نقول ما زالت نتائج الانتخابات لم تصبح نهائية، ولكن واضح توجه الشعب لوين. ولكن هذا الطرف هو طرف يتحدث عن الانفتاح. سي سمير ما هو واضح في موقع نستنى غدوة النتائج ونقول لك تفضل. يا سي الياس أنا متحدث باسم نفسي، أتحدث عن المعطيات الموجودة لدي، قد تتأكد وقد لا تتأكد، ولكن واضح التوجه. هناك طرف توجه سمير ديلو، قل لي مثلا توجه نتائج الاقتراع التي تقول أنه حركة نهضة في عديد الدوائر هي في المرتبة الأولى، وأن الحزب الديمقراطي التقدمي اللي مثله سي نجيب هنا والذي قدم نفسه طيلة الأشهر الأخيرة أنه الحزب الثاني في البلاد، وربما في بعض تصريحات سي نجيب يقولوا أنه سيصبح الحزب الأول. لم يصبح الحزب الأول ولم يعد الحزب الثاني. أنا نقول أنه الرسالة لم تبلغ، لأنه الشعب التونسي اليوم جاوب على خطاب من خلال التصويت. نجد أنفسنا أمام الكاميرا، أمام الطرف الذي اختار الشعب مقولته اللي قائمة على التحفظ وعلى عدم التهجم الإعلامي وعلى التوجه للشعب ببرامج، ولكنه محافظ على ثقة، ولكنها ثقة مع تواضع. والطرف الآخر الذي قدم للشعب بضاعة رفضها ولفظها، ولكنه ما زال مصر عليها. هذا يوجه رسالة للشعب التونسي، رسالة للشعب التونسي أن هناك جزءا من النخبة تتجرأ، سامحوني في الكلمة تتجرأ، وتقول الكلام اللي قاله سي الجنيدي، يقول يخطئ من يرى أن الأغلبية هي التي ستحكم. شنو الديمقراطية في تقديرك سي الجنيدي إذا كان ليست الأغلبية هي التي ستحكم، خاصة إذا كان تلقى من يحاورك ويقول لحظة فقط، إذا وجدت من يقابلك ويقول أن الحكم ليس انفرادا، وإنما هو قائم على انفتاح وعلى توافق وعلى تغليب المصلحة الوطنية وعلى الاستجابة لتحديات المرحلة اللي حكى عليها سي مصطفى وحكيت عليه أنا، اللي هي استحقاقات بناء دستور يمثل كل الشعب التونسي، ولكن الاستجابة لمطالب الثورة وهي الكرامة وهي الحرية وهي التشغيل.